أحمد زبانة كان مناضل لتحرير الجزائر من الاستعمار، ومعروف كأول شهيد اللي مات تحت المقصلة. أحمد زبانة وليد الحمري في وهران، وين نزاد عام 1926. دخل من صغره في السياسة مع الحزب تاع مصالي الحاج، بصح السلطات الفرنسية بدات بالخوف تعس فيه، ما طولوش ودخلوه للحبس على جال نضاله السياسي. قعد مسجون هكذا 3 سنين، وكي خرج زاد كمل نشاطه السياسي ودخل هاد الخطرة في صفوف الأفلان، وين وجد لاندلاع حرب التحرير الوطني مع المجاهدين. يوم 11 نوفمبر 1954 في معركة غارب بوجليدة في معسكر تنجرح أحمد زبانة، وحكموه الجنود الفرنسيين، زادوا سجنوه، بصح هاد الخطرة حكموا عليه بالإعدام بعد قضية مزورة. وقعد هكذا يستنى في الموت عامين، وكل ليلة يخمم لو كان غدوة جا نهارو، حتى بعثوه في سركاجي في أرجي. ويوم 19 جوان 1956 على 4 تاع الصباح قتلوا أحمد زبانة الشهيد الأول تحت المقصلة الفرنسية. زاد مات من بعده في نفس اليوم الشهيد عبد القادر فراج، وتوفوا هكذا تحت المقصلة الاستعمارية أكثر من 200 شهيد. قبل ما يموت كتب أحمد زبانة رسالة لوالديه وأخواتاته: بابا، يما العزيزة، ما على باليش لو كان هاد البرية هي الأخرى، غير ربي لي عالم، بصح لو كانت صرالي مصيبة ما تيأسوش من رحمة ربي. الموت في سبيل الله حياة لا نهاية لها، والموت في سبيل الوطن واجب. درتوا واجبكم كي ضحيتوا أعز مخلوق ديالكم، ما تبكيوش عليا وكونوا فخورين. راني نسلم عليكم كامل، وليدكم أخوكم اللي دايما يحبكم واللي دايما تحبوه. كان في عمره 30 سنة. الوفاة تاع أحمد زبانة زاد أثار غضب كبير في قلوب الجزائريين، وخاصة المجاهدين في حرب التحرير الوطني. الله يرحم الشهداء الأبرار واللي بفضلهم اليوم رانا احنا أحرار، ومع حكاية زمان نتعرفوا على بزاف من الأسرار.